ابو علي عباره عن شخص يعني ما متهيأ له بيوم من الايام انه بيطلع على مسرح، بس هو اجمالا بحياته يعني بيوقف كل النهار بيأنجل على العالم بشارع الحمراء، معروف يعني انه بيسلم على كل شيء، فيه شوفرية مرسيدس مرقين وكل واحد نلاقي له نعت يعني هو، وكتير ظله خفيف وكل العالم تعرفه قبل ما يطلع على المسرح. يعني كان صيته على المسرح اكثر من بعض الاشخاص المشتركين معنا من فلقيته المحترفين مناسب يعني. بالدور استعنت فيه. استعنا فيه وتعذبنا كتير لحفظ، لانه فرض حتى بعض الاشياء لانه هو طبعه مثل ما عم بيمثل يعني ما اي شغله بيقولها يعني اذا قلت يا له ابغى جمله نص هيك قال لي هاي مسرحيه ما بتنقال ما مثلا، بتنقل. خلاص ما بتطلع يعني، ما بتطلع معه وما بتطلع خلاص، وشلناها يعني ما فيها شلناها. شو بيطلع معك يابا؟ هاي بتطلع معك قولها اذا الناس مع النص بعدها. طيب جوزيف صقر طبعا بنعرفه كلنا، بس ممكن تعرفنا على زملائك الموجودين بالاسم والادوار اللي اخذينها بفيلم أمير اول شيء الدولة. بحب اللي لابسه الاحمر منى سعيدون، رئيسة التمريض بالمسرحية. ليه قفيت عن مرتك بدي اعرف بالمستشفى بقى؟ المسرحية. ليه قفيت عن دلال؟ دلال كرم. دلال ما كرم؟ قفات بدك من ايه بلد. بالتاكيد من دلال. دلال كرم مثل دور ثانوي. نعم. منى سعيدون اخذت دور رئيسة التمريض بالمستشفى. وبعدين جمانة نعماني ممرضة اسمها زهرة، الميس زهرة اسمها بالمسرحية. والميس نجاة حدا كاربي ملبوس. وبعدين لميا ابو شقرة ميس فاطمة. كلهم ممرضات، لانه هي المسرحيه معلش نحكي نتفه صغيره، مسرحيه مجانين وقاعدين بمستشفى مرضى مش مجانين. مرضى اي مرضى شو بدك تسميهم مصح عقلي، وعم بيحاولوا يشفوا المرضى والدكتور، وبالنتيجه الدكتور ما قدرنا اتصلنا فيه. دكتور اي بيير جمال شيوم هي عم بيحكم برا هلا. بيبقى في عنا كمان نسيته؟ اخر شيء لا ما نسيته، وين بدي انسى. في توفيق فروخ نعم. حشاش رقم اول بالمسرحيه بس بالمسرحية. بالمسرحيه وجوزيف صقر الحشاش الثاني. بيكونوا بالمسرحيه لانه بيمثل فيهم الشخصيتين الموجودتين معنا، بيمثل فيهم حاله بعض الاشخاص الموجودين عنا بالبلد حاليا، ولكن بعتقد انه هو بالجامعه، ما هيك؟ جامعي ما له دخل بالتحشيش ابدا. وجوزيف صقر نحن بنعرفه. زياد عندك شيء بعد؟ هني بالقصة على فكرة مش انه حشاشة، يعني حشاشة التقطوا يعني من قبل الدرك او من قبل نعم. الشرطة الاخلاقية، وتحولوا على مش مقتصرة معهم بتحشيش، يعني جميع انواع المخدرات بيتعاطوا. حولتهم السلطة الدولة على مستشفى لحتى يعملوا لهم كيور بسموه. علاج. تنظيف الجسم من الادمان. نعم. لانه بحالة ادمان. نعم. تقيلة. انا مشان هيك حاولت افسر للجمهور دغري حتى نستدرك انه مش حشاشين هن. على كل حال زياد الرحباني عفوا إلنا كمان معه. ما بعرف منين بلشت الكاميرا، بس في معنا مش ممثل بس. نعم. كمان بعتبر التقنيين التقنيين بالنسبة لي التقنيين مهمين قد الممثلين، هي شغلة إجمالا ما بيركزوا عليها زقفي المسرحيين. للمصورين والمهندسين الصوت. منه مش مهندس صوت، مهندس الإضاءة فيصل حلاحي. لا انا ما قلت هيك. كمان من البقاع يعني. مبدئيا الزقفي لإله ولكل مهندسين الصوت، وكمان يلي على الكاميرا لانه بالفيديو بكل المحلات، لانه كلهم لهم دور مهم. زياد بنرجع لإلك والحديث طويل. وهذه من احدى المزايا الواضحه اللي تغيرت. هلا اول حلقه ما في احكم. نعم. لشوف كذا حلقه يعني، واجمالا عم نشتغل بالمسرح ما بنقدر نشوف كل الحلقات. نعم. ضمن حضورك يعني داخل الاستوديو مرق كثير هوايات. بحب اقول شغله، انه البرنامج بعد عنده طاقات، يعني لازم اذا توسعت امكانياته الماديه يعني انه يفرز اشخاص خصوصي لهالبرنامج يبرموا بالنهار يشوفوا شو في عالم يعني غير اللي بيتقدموا على البرنامج. ان شاء الله ان شاء لانه الله. في عالم كتير مطموسين وعم بيعملوا شغل بتصور كتير بيوازي الشغل اللي عم بيطلع بعتقد فؤاد ابو حمود. فؤاد ابو حمود. ابو حمود بعتقد اسمه. شكرا زياد. بدي احكي نتفه صغيره بس عن المسرحيه، ما خبرتنا قصتها باختصار. المسرحيه ما بتتخبر اصلا باختصار، هي افضل واحد يشوفها. شوف بس اجمالا بمستشفى، هي بفرع من يعني مستشفى شو؟ مستشفى في عجزه، في مجانين، وفي مرضى نفسيين، وفي مستشفى عادي يعني. وانت وين بتكون باي فرع؟ الكل اللي شايفتيهم فرع حاطينه مستحدثته المستشفى لحالات ما قدرت تعتبرها مجانين،
وما قدرت تعتبرها اشخاص طبيعيين، يعني فئه مرضى عصبيا من الاحداث، مش من الاحداث، من الفتره نعم. اللي هلا نحن فيها، اللي هي اخطر من فتره الاحداث. ابعد القصه هي انه اظهار الواقع كما هو او الى ابعاد؟ ما بعرف، بدك الناس يحضروها وهن بيعرفوا يحللوا كل بسألك واحد على على كل طريقته. يعني. وبالنسبه للصبايا اللي معك ما بعرف معنا مثل ما قلت لك بالاول اثنين نعم. اخذين ادوار المدمنين. نعم. كل الفريق الطبي باستثناء ممرضه غابت لانه ما قدرنا نوصل لها كل خبر، الفريق هي الطبي. رونيديك اسمها. نعم. طيب بالنسبه للصبايا ما بعرف اذا في عندهم شيء يحكوا بيسوى كمان. نمر الميكرو كلمه للصبايا عن تجربتكم الاولى. بنبتدي مع الشاب لانه ولا مش حابب تحكي. دورك مقتنع فيه؟ كتير حلو كمان. بتعتقد الدور كتير حلو مبسوط. وبيفيد الشباب لما بيحضروه، الشباب يلي انت عم تمثلهم؟ الدور هو زهرة، يعني زهرة من الظواهر الموجودة بالمجتمع، نعم. ما فينا نتغاضى عنها كمان. نعم. وكل ما تركناها كل ما بتزيد يعني. بالمسرحية الكشف عنها بيساعد. اذا ممكن الميكرو تقربوا شوي اذا بتريد. نعم. بالمسرحية معروضة بشكل انه ما فيهاش تضخيم، وجاية بطريقة انه يعني فينا نشوف المشكلة من خلالها اكثر وجودها من وجود المشكلة يعني. يعني شو عم بيصير بالشاب مثلا اللي بيتعاطى مخدرات مثلا. يعني نهايته بغض النظر بتكون عن كلمة مخدرات، يعني كلمة مخدرات بتزعزع البدن يعني. نعم. جاي بمحلها بالمسرحية شغلة أوقات بيضحكوا عليها الناس، أوقات بتترك علامة استفهام. حلو. هي الأهمية بترك علامة الاستفهام. شكرا. إذا ممكن تحول الميكرو لزميلتك. المرة الأولى بتوقفي فيها على المسرح؟ ايه اول مره بوقف. أول مرة. دورك شو هو؟ دوري بمساعده رئيسه الممرضات. بتكوني كيف قوية طيبة قوية مع على المسرح بس هلا ما يترعبي. عم ترشفي. هذا بيشجع إيمان والشباب اللي معنا. وبالنسبة لدورك أنت بتاخذي دور اللي بتسيطري على المرضى يعني؟ ايه وكيف فيك تسيطري على زياد؟ خبريني بس. عزيات بعيطها لي. بتعيطي عليه ولا أسهل من هيك؟ ايه وبسفوا اوقات بتسأل. اذا كثير ضايقني. ايه عظيم. هلا بطلت خوف، احكيني اللي بدي. بطلت. إذا ممكن تحاولي الميكرو إذا تريدي للأنسة نعماني. شو ممكن تخبرينا أنت المرة الثانية بتطلع فيها على المسرح؟ مرة تانية بس كأنه أول مرة، لأنه بعدني بخاف يعني، مش مراحل خوف، بس مرتاحة أكثر هالمرة. مرتاحة أكثر. دورك كمان ممرضة. إيه. إذا ممكن ممرضة رقم 3. بعتقد كنتي طليتك على المسرح قليلة، شو السبب؟ لأن دوري مش كتير رئيسي، يعني مش مسؤولة أنا أصلا. بتجي بتساعدي شوي ممرضات. بالنسبة لجنون ولرشيد يلي اخذوا الدور زياد، كيف رأيك بهالجنون؟ اخذ دور مجنون العصبي اللي مش جاي ما عجبه حدا. إيه. كيف رأيك بالدور؟ لذيذ حسيته يعني. دور لذيذ. شو رأيك يا زياد؟ دور لذيذ وبس؟ لك بتسألينا شو مفروض نقول نحن. لك لنتفق شو بنقول. ما أنا بدي أحشرك مشان هيك حتى تحكي بطريقة ما قلنا بالعفوية، ما قلنا عفوية. عجبني لالي. عجبه الدور. بنحكي مع الممرضة رقم 4. تفضلي. شو اسمك؟ كمان من الفريق الطبي، اسمي فاطمة بالمسرحية. نعم. ايه شو بتحكي لنا عن دورك؟ أنا يعني بنزل بمشهد هذا التحليل، يعني جلسة نقاش. جلسة نقاش. ايه مع مجموعة الفريق. يعني بهالجلسة بتوقع خناقة، فكل واحد بيرجع يعني بيبدي رأيه. ايه يعني الله يساعد بيرجع كل واحد لأصوله يعني. الله يساعد اللي بده يمثل مع مجموعة عم بيحاولوا يمثلوا انه هن مجانين، بقى كيف بدكم تسيطروا؟ بيتخانقوا. ما هيك يا جوزيف؟ جوزيف انت دورك بيكون تعرفوها ايدكم مشان هيك زقفتوا. بخاف. اذا كان بخاف حتى نركز عليه. مش هينك كيف بتقطعي من شخص لشخص انت يعني كمان. شغلتنا. انت بتقتنع بنفسك كمغني اكثر ولا كممثل اكثر؟ في باثنين يعني، بس كممثل بحسه اكثر، لانه انا مش قابض حالي مطرب كثير يعني. مش قابض حالك مطرب. فيني اعرف ليش مش قابض حالك مطرب؟ لانه المطرب يعني غير اللي، يعني المطرب غير شيء، الطرب غير شيء مثل ما انا بتصوره يعني. زياد في عندك شيء بدك تقوله؟ تفضل اذا بتريد. شو رايك؟ بدك توضح لها انت ولا؟
لا وضح لها لانه تمام مثل ما بلشت يعني. تمام، ايه لانه هيك راضي عليك، كمل. لانه الطرب يعني بمفهوم الطرب غير شيء يعني. هاي الاغنيه الشعبيه انا الموسيقى بتساعد القصه كتير، بس العالم بحسوا انه واصل المشهد تمام، ما بيعرفوا من شو، ما بيعرفوا انه يمكن الموسيقى هي اللي عم بتساعد، ما بيركزوا عليها لانه كتير. تصور انه الموسيقى لازم نصير نسمع موسيقى واحدة صامتة مثل ما بنسمع اغنية يعني. مثل ما بعرف، مثل ما كل الهواة حدي عم بيقولوا وجودك كان كتير غالي على قلبنا، نشكرك الله يخليك كتير. ويخلي الجميع. يعطيك العافية على كل الأعمال اللي عم تقوم فيها، وهلا جوزيف صقر صار الدور لإله مع إنه ما بيحب الحكي كتير. أستاذ صقر، السؤال هو التالي، إنه بدون أستاذ كمان مصرين على هذه الأستاذة ما بدكم إياها، مش اصرار هيك خليها متفقين عليها. هيك إيه. عظيم. طيب جوزيف، بعتقد انك اشتركت مع زياد من سهرية، كنت معه وبكل المسرحيات تقريبا انت النجم الوحيد المستمر معه تقريبا. فبكل الاغنيات اللي غنيتها كل غنية كانت مختلفة عن الثانية. ايه طبعا. بأي دور حسيت انك انت اكثر شيء مرتاح واغنيات اعطيتها باحساس اكثر من غيرها؟ كلهم الاغاني كلهم يعني بالاربع مسرحيات، اذا بدك تعتبري الاولانيه بس مسرحيه مش مسرحيه يعني. إيه. الاغاني كل مسرحيه الاغاني كان لها طابع خاص كمان يعني، بس كلهم من لون واحد تقريبا، اذا بدك تتابعيهم كلهم على بعضهم كلهم من لون واحد، وكلهم بخدمة النص يعني. كلهم بخدمه النص وبخدمه المسرح بالذات يعني. بخدمة المسرح. هيدا اذا بدك تغض النظر عن انه بينزل غنيه هون او لا يعني كمان. طيب هلا الغنية رح تغني لنا اياها هدية، شو إلها لون؟ شو لونها؟ إذا طلبنا منك تحدد. فيها نوع من الطرب بالذات، وفيها المغنى اللي هو إداء بالنهاية مع الطرب والمغنى. وممكن تخبر الجمهور إذا سمحت عن مناسبة الغنية؟ بالمسرحية اسم الغنية أول شيء راجعة بإذن الله. بمشهد من المشاهد المرضى يلي بالمصح نعم بدهم ياخذون رحلة، عم بغيرون لهم العلاجات، من ضمن العلاج بياخذون رحلة بقى، هن ورايحين رحلة بيغنوا راجعة بإذن الله، هن واخذينهم مطلعينهم يعني على خوفهم فإذا كلنا رح نسمع هلا الأستاذ جوزيف صقر، تفضل. جربنا نتكل عليكم عدنا اتكلنا على راجعة بإذن الله إذا ما إجا شيء من الله جربنا نتكل عليكم راجعة بإذن الله على أنا حسبي إذن الله بتفكرها عم بتقدم راجعة بإذن الله. بلد يحسن
يحسدنا أجانب عمناخ وعهواه يا شعب منطلق حر كل واحد عايش عهواه سامحهم يا أبدا يا فكرة الشغب اللي عم ينسمع مقصود يعني. طبعا فكرة هو الشغب اللي عم بيصير هذا كله مقصود يعني تمام يلا مقصودة هي لأنه يا جيل قلبه على بلده قاعد يظبط بسماه الصحراء بتحرق إلا بوحدة هو الشغب هذا مقصودها البرازيل كله مقصود